السلام عليكم. رجعنا لكم تاني عشان نكمل الحديث عن الخلافة العباسية، وزي ما اتكلمنا في الجزء الأول عن الشكل الإداري للخلافة، تعالوا نتكلم شوية عن أشهر الأحداث والأشخاص خلال فترة الحكم العباسي. وزي ما اتكلمنا في الجزء الأولاني عن الخليفة هارون الرشيد، أنت ممكن تقسم الدولة العباسية قبل وبعد هارون الرشيد، وده طبعا لأهمية الدور اللي قام بيه. وعلى الرغم إنه كان في أول 100 سنة من عمر الخلافة، لكن كان هو مفتاح النهضة العلمية اللي كمل بعدها باقي الخلفاء. وطبعا من أبرز الشخصيات اللي برزت خلال الحكم العباسي بلا أدنى شك هم الأئمة الأربعة. طبعا الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد ابن حنبل. وطبعا هم اللي أسسوا المذاهب الأربعة، وطبعا دورهم كان كبير جدا في توضيح الأمور العقائدية والفقه وتبسيط الأمور الشرعية. وطبعا بتنتشر المذاهب الأربعة في الوطن العربي، وبتختلف من منطقة للأخرى. مثلا زي مصر بتتبع المذهب الشافعي، المغرب المالكي، ولكن يبقى في الآخر إن الأئمة الأربعة بيلتقون في نقطة واحدة، وهي كتاب الله وسنة رسول. ومش بس كده، علماء ورجال دين ومفسرين عظام زي ابن تيمية وابن قيم وابن كثير، وده طبعا فيما يخص العلوم الدينية. ولكن لما نيجي نتكلم عن العلوم الحياتية والعلماء، وفي الحقيقة هنا هي الحاجة الإيجابية في العصر العباسي هي ازدهار العلوم كافة. عندك مؤسس علم الجبر محمد بن موسى الخوارزمي، مطور علم الهندسة أبو بكر الكرجي، الحسن بن هيثم في الفيزياء، ومؤسس علم البصريات أبو الكيمياء جابر بن حيان، أبو بكر الرازي في الطب، وكتير جدا 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 في كافة المجالات الحلقة مش هتكفي أساميهم وإنجازاتهم، أفادوا البشرية كلها. ومن ضمن الشخصيات المهمة البارزة رغم إن هو أموي ومش عباسي اللي ذكرناه في الجزء الأولاني، وهو عبد الرحمن الداخل أو صقر قريش، وكان له دور كبير جدا في الأندلس. له فضل كبير إنه حافظ على الدولة الإسلامية في الأندلس اللي امتدت ل 800 سنة. خلالها التقى الغرب بالشرق وتم مزج العلوم والحضارات والثقافة واللغات. وأيضا من ضمن الشخصيات البارزة السيدة فاطمة الفهري في الدولة الإدريسية اللي هي تونس حاليا. وبالمناسبة هي حفيدة القائد عقبة بن نافع، تعد أول سيدة تقوم ببناء مسجد بحر مالها، مسجد القرويين نسبة إلى القيروان اللي بتعد هي بلدها الأم. المسجد اللي استمر بناؤه 18 سنة، وبعد الانتهاء من بناء المسجد ابتدى العلماء يقدمون دروس علمية. وبعد سنة واحدة بس ذاع صيت المسجد في شمال أفريقيا كلها، ومنها تأسس من أقدم الجامعات في أفريقيا وأقدم مكتبة في التاريخ اللي كانت بمثابة منبر للعلوم في أفريقيا ومنه لأوروبا كلها. وطبعا يعود الفضل في كل دوت للسيدة فاطمة الفهري. وطبعا من أهم الأحداث الكبيرة اللي حصلت خلال الخلافة العباسية وهي الحملات الصليبية اللي كانت بدأت لأول مرة على أراضي المسلمين في القرن الخامس الهجري، وتوالت بعد كده حملة ورا حملة لحد ما نجحت في احتلال بعض الأراضي الإسلامية ومنها طبعا القدس الشريف. وهنا بنيجي لدور القائد عماد الدين وابنه نور الدين زنكي، ومعاهم طبعا طيب الذكر صلاح الدين الأيوبي، وعلى ذكر الدولة الأيوبية اللي تصدوا للحملات الصليبية بكل قوة، وطبعا حرروا بيت المقدس. طبعا الحملات الصليبية كملت بعد الدولة الأيوبية لحد الدولة المملوكية. وعلى فكرة نور الدين زنكي الملقب بالملك التقي هو اللي أنقذ مصر من الدولة الفاطمية وطبعا من خطر التشيع. حقيقة كمصريين وشمال أفريقيا كلها بندين له بفضل كبير جدا، ومن عدله كانوا بيلقبوه بسادس الخلفاء الراشدين. ومع سقوط الدولة الأيوبية بتنحي شجرة الدر قامت دولة المماليك اللي استمرت تقريبا ل 270 سنة، واللي كانت من خلالها آخر شكل للخلافة العباسية. وفي خلال فترة وجيزة كان الزحف المغولي شغال بيقضي على الأخضر واليابس لحد ما كتب نهاية الدولة العباسية إكلينيكيا طبعا في بغداد بعد مجازر ومذابح المغول فيها. ولله الحمد اللي وقفهم وكسر شوكتهم قطز وبيبرس في معركة عين جالود الشهيرة. وبعدها بقى منصب الخليفة العباسي مجرد منصب شرفي، لكن على أرض الواقع وقتها لم يعد هناك خلافة إسلامية تحكم الأراضي الإسلامية كاملة. كل قطاع من الدول الإسلامية بقى بيحكمها حكم منفرد دون الرجوع لأي خليفة أو آمر أو ناهي. وعاوز أوضح نقطة، إن معركة عين جالوت هي وقفت الزحف المغولي فقط، ولكن ما قضتش عليهم. المغول لسه مكملين معانا في حلقة الدولة العثمانية. وزي ما قلت فوق إن الأتراك كانوا توغلوا في الجيش الإسلامي، واللي خلاهم يعملوا دولة مستقلة على حدود القسطنطينية وسموها دولة السلاجقة.
ولكن كان في إمارة صغيرة كده كان ليها زعيم، الزعيم ده اسمه أرطغرل، بدأ يوحد كل عشيرته، وبعد ما توفى ابنه عثمان خد الراية من بعده، ولك أن تتخيل كل ده في وجود الخلافة العباسية ولمدة 200 سنة. وطبعا خلال 200 سنة مع زيادة نفوذ وتوسع العثمانيين طبعا استولوا على أراضي كتير تخص الدولة العباسية لحد ما وصلوا لمصر وقضوا على الدولة المملوكية. كده قضوا على آخر شكل للخلافة العباسية، وانتهت الخلافة العباسية وبدأ الخلافة الجديدة العثمانية. وزي ما قلت قبل سابق إن التاريخ عجلة ودايرة، والانقسامات والخلافات وعدم الوحدة كانت أكبر عدو للدول الإسلامية. وفي الآخر يبقى للعصر العباسي له ما له وعليه ما عليه. يكفي إنه له فضل كبير في انتشار العلوم والآداب والعلم عموما في الدول الإسلامية. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد فضلا وليس أمرا. لو عجبكم الفيديو ادعمونا بلايك وشير. كنت معكم مصطفى علي خليفة وحكاوي الخلفاوي، والسلام عليكم.